يعني لأنه هو بدل في يعني اللحية لكن أنا كنت نعرفه. ضربت على كتفه؟ لا جماعة دياس قوي فقط يعني أشر عليه يعني بطريقة مباشرة وتجاوز exactly. وبالصدفة كان واقف أمام مدرج عام في جامعة بابزور. مدرج عام هو اللي يعني يمشي على البارك. نعم لا يعني هذا السيارات لا يعني التسهيل. كانت السيارة تنتظر في البارك جنب الحديقة. لا في البارك يا نعم موقف السيارات. موقف السيارات الخاص بالطلبة. لكن كانت السيارة تبع الدرس هناك. أنا أشرت عليه صدقني، وهذه للتاريخ أيضا. عملوا له كيس القمامة هذا الأسود هذا على رأسه وخطفوه وانتهى الأمر. لا أدري الآن. لم يعد منذ ذلك اليوم؟ لم يعد إلى الجامعة منذ ذلك اليوم. وطلبوا مني. هذا قد يكون أهله إلى الآن يعتقدون أنه مفقود، لكن تعرف طب أعطيهم أنت على الأقل ضوء. قتل؟ هل لديك علم؟ والله أنا كل ما أعرفه أنه كنت شاهد على عملية اختطافه قرب مدرج آم. وأنت السبب وليس فقط شاهد. أنا السبب لأني أنا اللي أشرت عليه. لأنهم ما كانوش يعرفوه. خطفوه وبعدين طلبوا مني عنوان بيته، أعطيتهم عنوان بيته ومشوا على بيته، كسروا كل شيء، أخذوا كل شيء من داره. هذه أيضا يعني سمعناها له وقالها لي يعني عبد القادر قالها لي فيما بعد. هؤلاء ضباط مخابرات يفترض فيهم حماية الشعب الجزائري. طب هؤلاء كانوا يخدمون لمصلحة من برأيك؟ والله أنا أقول بكل صراحة، أولا يخدمون مصالحهم الشخصية، وثانيا يخدمون ربما مصالح رؤسائهم. لأن مرات كان منير هذا يقول الرئيس بتاعنا أو يعني الشاف يعني نمبر 1 يقول لهم لا، لما تقوموا بالعمليات لا أريد أي حي أن تتركوا بصمة. أي حي. لا أريد أي شخص يبقى على قيد الحياة. معناه لا أريد جرحى، أريد قتلى. من هذا يقصد؟ من بالضبط يقصد؟ والله كان في يعني ما قدرش. رئيس بوتفليقة كان يقصد؟ لا بوتفليقة ما كانش في الحكم آنذاك. لا تقصد في عملية ما قبل. لا أنا أقصد يعني المدير يعني تاع الدراسة بتاعهم يعني مدير المخابرات. مدير وهو كان واحد اسمه الجنرال توفيق، وهو لا يزال هو توفيق اسمه محمد وينادوه بالجنرال توفيق. هو أقوى واحد يعني بقى في الحكم لمدة يعني تقريبا 20 سنة الآن وأكثر. مذبحة بني مسوس إحدى المذابح ربما التي هزت الدنيا وهزت الجزائر. مذبحة بني مسوس أنا أقولها أيضا للتاريخ، الجنرال توفيق وراء هذه العملية. تؤكد هذا للجزائريين الذين هذا للجزائريين وللضحايا، وهو لا يزال رئيس مخابرات إلى الآن. أولا تلقيت أول تهديد جاني. إذا الجنرال توفيق ونزار، جبار مهنا، ناصر الجن، طرطق وشنقريحة والعديد من الجنرالات اللي مسؤولين على هاد يعني المجزرة الدموية. هذا باعتراف رجل أو ضابط سابق في المخابرات العسكرية الجزائرية. وتوفيق مديان ونزار وجبار، شفنا كيفاش فخامة الرئيس تبون كرمهم. فخامة الرئيس تبون أرسل طائرة رئاسية خاصة لنزار وأتى به إلى قصر المرادية وكرم مجرمين العشرية السوداء. نعم، إذن فخامة الرئيس تبون هو إرهابي يدعم الإرهابيين وحط يده بيد الإرهابيين الذين قتلوا أكثر من 250,000 مدني جزائري. تبون علاش ما حسبتيش الجنرال توفيق؟ تبون علاش ما حسبتيش نزار؟ علاش ما حسبتيش أيضا يعني التوفيق
وجبار مهنا وناصر الجن وكل من لطخوا أيديهم بدماء المدنيين الجزائريين. نعم. إذن هنا على الجزائريين أن يتأكدوا بأن النظام الخروبي مازال مستمر إلى يومنا هذا. كيتغيروا الأشخاص اللي هما بين قوسين صورة مزيفة للديمقراطية مزيفة لهذا النظام، ولكن النظام اللي حاكم هو نظام عسكري ديكتاتوري. تبون أو بوتفليقة أو بخروبة أو بنبلة أو الشادلي أو زروان، كلهم فقط صورة من غير مخربة هو مؤسس النظام، ولكن اللي جا من بعده كلهم هم امتداد للحكم الخروبي أو البخروبي، للحكم البخروبي. تبون اليوم هو صورة مزيفة لديمقراطية مزيفة، لكنه في الحقيقة هو يعني حط يده أو وضع يده في يد المجرمين اللي أيديهم ملطخة بدماء الجزائريين الأبرياء. لو كان تبون فعلا ماشي مع النظام السابق وماشي مع النظام القتال القاتل، لما كان يعني كرم جبار، ولما كان كرم توفيق، ولما كان كرم يعني لما كرم يعني نزار. إذا شفنا تبون كيفاش كرم هؤلاء المجرمين، وبالتالي فتبون هو مجرم وهو ينتمي للعصابة، ينتمي للمجرمين القتلة. بن سودة، أسعد الله صباحك اختي. الذي جاءني بالضبط اسمه عبد القادر، مكنا عبد القادر، واسمه الحقيقي فيما بعد عرفت انه اسمه عباس. هذا الذي قام بتجنيده، هذا هو ضابط في المخابرات الجزائرية، ابناء الشعب الجزائري. الشيء هذه العين انا الحد قاموا بحوادث انتم معهم. هل مزيف بين 20 و 25 حادث مزيف سنة 94 95 96 في مناطق في زيرالدا، في منطقة لابريجا، هي منطقة مشبعة. أعطيني عملية مذبحة لمدنيين أنت كنت حارس تشاهد أو كنت يعني تساعد في تمويه. مارس 97 7 مدنيين قتلوا رميا بالرصاص في زيرالدا في الطريق السريع، على جانب الطريق السريع. 7 مدنيين قتلوا في الطريق السريع في زيرالدا. طب لماذا قتلوا مدنيين هكذا؟ أنت كنت ماذا تفعل هناك؟ أنا كنت معهم، مع القتلة. أنا كنت معهم. هل كانوا ملثمين؟ كانوا أولا ذهبنا إلى حانة في حسن داي وسكرتم هناك حتى الثمالة. exactly. وأنت منهم طبعا. نعم، أنا أقول التاريخ يعني واحد. نعم. وبعدين قالوا يلا نمشي. أنا ما كنت على عين بالله رايحين يدير يعني زي ما قلت من قبل، مرات يتكلموا يقولوا راح نديروا، مرات آخر لحظة، ومشينا ونحاول كل شيء وبلثموا. كانوا يتلثمون، كانت اللحاء موجودة في السيارة. نعم، كانت عندهم أشياء في السيارة دائما، أجهزة السيارات كان أشياء، لحية، لا كل شيء، بناطيل قصيرة، كل شيء قمصان ومرات. هذا الكلام دقيق للتاريخ، هذا تقول؟ للتاريخ. طبعا من يشاهدهم يقول هؤلاء إسلاميون.